يا جماعه انك توصل ان انت تبقى بتوصل نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري ده عادي، ده محتاج شغل كتير، ده محتاج مجهود كبير قوي، ده محتاج في الاداره تضحيات كبيره وذكاء في التخطيط والتفكير في المستقبل وازاي اطور فرقتي. لان خلي بالك انت سهل ان انت تفوز ببطوله، لكن ان انت تبقى بتفوز ببطولات كبيره كل سنه ده بيتطلب منك فنيا ان انت تطور الفريق كل سنه. كل ترانسفير ماركت لازم تبقى ذكي جدا في متطلباتك، في اولوياتك. والله تاني بقول لكم الكلام ده من راجل زملكاوي ابا عن جدا. لو كل منظومات كرة القدم في مصر بالتنظيم بتاع الاهلي وبالتفكير في كل تفصيلة زي مجلس إدارة الاهلي، مصر هتبقى في حتة تانية في الكورة. انا بقول لكم الكلام ده لان انا راجل جوه المطبخ بتاع الكورة في البلد دي. انا راجل عندي 41 سنة، بقالي تقريبا يعني 25 سنة مدرك تماما ما يحدث في مطبخ كرة القدم في مصر. النادي الوحيد اللي عنده استقرار كبير جدا يحسب له، خلوا بالكم، ولا يحسب عليه، يحسب له ويحسب لأبنائه ولا يحسب عليه، في احترام الصغير للكبير، الكبير للأكبر، في تنظيم، في كل واحد عارف دوره، في مين النهارده اللي هسلمه اللي هيستلم مني عشان فلان ممكن يبقى حاجات كتيرة بتبقى محتاجة أدرجية، بتبقى محتاجة أدرجية. وأنا هنا بتكلم اللعيبة دي بقت بتفوز ببطولة أفريقيا ما شاء الله عليهم كده، إيه كده عادي، كده عادي. هتيجي النهارده تقول لي يا ميدو ده الاهلي مستقر، ده الاهلي ما عندوش مشاكل، ده الاهلي يكبر اي حد. هذا يحسب لابنائه ولا يحسب عليهم. مرة تانية لما تكون ناجح والناس ما بتشاورش على نجاحك، الناس بتشاور على حاجات تانية غير نجاحك، يبقى انت حققت المعادله الصعبه. بص الجمال، كابتن الفرقه الشناوي ما بيشاركش النهارده، بينادي الكابتن محمود الخطيب اسطوره مصر في كره القدم، تمام، اسطوره مصر في كره القدم، وبيديله حقه. هو هنا الشناوي بيعمل ايه؟ هنا الشناوي بيرسي مبدأ العائله، بيرسي، ما هو في اي نادي ناجح لازم يبقى فيه مبدأ العيله، اللي هو رئيس النادي اب للجميع، اللي هو كل واحد عارف دوره، اللي هو كل واحد عارف ان الكيان اكبر من اي شخص موجود، اكبر من اي شخص موجود. ولكن الشناوي هنا ارسى مبدأ العائله، ان الرئيس النادي اللي عمل مجهود كبير مع الفريق رغم ان ربنا يديله الصحه كابتن محمود الخطيب، المشاكل ممكن الصحيه اللي ممكن يمر بيها، لكن دايما موجود ودايما حريص ان هو يوصل الرساله صح. دي مصر يا جماعه، ده جمهور الاهلي. بصوا الجمال، زي ما قلت لكم انا على الزمالك الماتش اللي فات، ان بصوا جمال جمهور الزمالك، بصوا الشباب، بصوا الناس دي فرحانه ازاي. الكلام يا عم ميدو ساعة الفرحة، ساعة البطولة، ساعة الناس كلها فرحانة بيبقى حلو قوي قوي. المهم تثبت على رأيك ده وكلامك ده، لأن كلامك ده يعني اتغير قبل كده كتير. كلامك عن مبادئ النادي الأهلي، كلامك عن إدارة النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي بيخطط الزاوية، وإن مؤسسات الكرة أو الرياضة في مصر زي إدارة النادي الأهلي كان زمان الكرة والرياضة في حتة تانية. يا ريت تثبت على كلامك ده، لان كلامك ده هنحتاجه بعدين. ده دليل ان انت بتقول للناس كلها ان النادي الاهلي ماشي صح،
قبل كده طلعت هاجمت النادي الاهلي في اوقات كتير، لكن انت النهارده بتطلع تقول الكلام ده. فانت يا ريتك تثبت بقى على الكلام ده، لان انت ارائك متغيره وكلامك متغير عن النادي الاهلي.